السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي ديال هذا النهار. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوات مع نوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد المعسله بواحد الطريقه سهله، بواحد العجين كيجي بحال عجين بحال ورق الفيلو اللي ما كتوفر المش في المدينه ديالهم كيتباع، يقدروا يديروا هكا في الدار. بغيت نشاركها معكم. الصراحه كتجي زوينه وسهله، وكتجي كتخدميها دفعه واحده وكتعطي واحد الكميه كثيره. نتمنى يعجبكم الفيديو تكملوه حتى الاخير. وكنرحب بالناس الجداد والقدام اللي انضموا عند القناه ديالي. داركم مرحبا بكم. وكنتمنى اللي يدخل عندي اول مره ما ينساش يتابونا معايا في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الفيديوهات ديالي جداد. ونخليكم مع الفيديو المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه عند الحشوه، عندي هنايا كاوكاو هذا اللي ما عندوش القشره، راني غسلته وخليته تستقطر مزيان من الماء. كنضيف معاه واحد تقريبا 2 معالق ديال الزيت، هكا زيت العاديه. ندهنو كامل، كنحاول ندهنو بداك الزيت كامل هكا، وكندخلوه لعند الفران نقصو لعند العافيه، وكنحركوه مره ما كنساوش بالتحراك كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لعند الكميه راني درت 500 غرام. بالنسبه لعند العجين كما كتشوفوا معايا، هنا درت 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ودرت كيس ديال سكر فاني، وهنا تقريبا معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات، حيت كانت عندي قبل ديك الخميره كنت هازه منها. وكنضيف معاهم واحد المعلقه كبيره ديال العسل، داك العسل اللي كتعطينا داك التحميره لعند هذا العجين، كيجي داك العجين محمر. ودرت واحد ياغورت ناتور ما فيه لا سكر لا نكهه لا حتى شي حاجه، واحد شويه ديال الملحه ونص كاس ديال الزيت، وكنخلطوا الكل مزيان. بهاد الكميه هذه ديال الدقيق انا راني دخلت فيها كاس ونص ديال الماء كما كتشوفوا معايا. والدقيق كيبقى كيختلف على النوعيات، كل نوعيه وكيفاش كاين نوعيه اللي كتشرب وكاين نوعيه اللي ما كتشربش. والعجين من الاحسن يكون قاصح شويه، يكون شاد في راسو باش كتعطينا الطوع كيفاش ما بغينا نشكلوها كتشكل معنا. نتوما كما كتشوفوا كنجمع الطحين مزيان، ما كندلكوهاش يدليك بزاف. كنحاول ندخل فيها داك الطحين مزيان. وهانتوما كما كتشوفوا الفيديو راه شارح راسو براسو. هانتوما كما كتشوفوا كنجمعوها مزيان وعاد ندوزو نشكلوها. بالنسبه لعند الحشوه اللي درت انا، غادي ندير الكاوكاو، وغادي ندير شويه ديال اللوز، غادي نخلط. تقدروا نتوما تخلطوا، تقدروا تزيدوا معاهم حتى الجنجلان، كتجي حتى الجنجلان كيعطي واحد النكهه زوينه مع مع اللوز وسميتو. نتوما كما كتشوفوا دابا غادي بعد ما ارتاحت لي العجينه كنقطع على 8 ديال القطع يكونوا متساويين. نبقى نقدم مزيان، وكنجيب واحد الاناء، واحد الطبسيل ولا شي حاجه، كنرش فيه شويه ديال المايزينا باش ما كتلصقناش في الطبسيل. وعاوتاني نولي عادي نكملهم كاملين هكا، وعادي نولي نرش عليهم مايزينا من الفوق، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم كيرتاحوا. وبالنسبه لعند اللوز اللي لاحظتوا معايا، حتى هو راني غسلته خرجته استقطر مزيان، وكندير له شويه ديال الزيت وكندخلو لعند الفران. هانتوما كما كتشوفوا الكاوكاو بعد ما راني غفلت عليه انا راه تحمر بزاف في الفران. من الاحسن ما تخليوه غير يكون غير شد داك الكولور صفر، ما تخليوش يتحمر بزاف، كيجي يعطي واحد الكولور وكيعطي حتى واحد المذاق، كيعطي واحد المذاق مر. من الاحسن ما تحمروش بزاف. انا كما شفتوا معايا بعد ما هرمش داك الكاوكاو غير كنهرمشوه ماشي كنطحنوه بزاف حتى كيولي عقده. ضفت معاه واحد 4 المعالق ديال الزبده المذابه، واحد المعلقه ديال الكونفيتور، وكنبقى نعجن بالمزهر حتى كنحصل على العقده اللي بغيت انا كما كتشوفوا. وبنفس الطريقه غادي نديروها حتى عند اللوز كما كتشوفوا. غادي نخلط الكميات بجوج. بالنسبه هنا عند العجين بعد ما ارتاح كما كتشوفوا معايا كنبقى نطلق العجينه غير كنبسطها واحد شويه، وكنضيف عليها شويه ديال المايزينا بين وحده غادي ندير 4 ديال الطبقات. كنبقى نرش المايزينا، كنبقى نسرح العجينه وندير 4 ديال الطبقات، كل طبقه كندير عليها المايزينا وندير الطبقه الثانيه. هانتوما كما كتشوفوا. والدور ديال هاد النشا اللي كنضيفو مع العجين المورق،
هي اللي كتعطينا داك القرمشه، كتحافظنا على القرمشه دائما، واخا كتبقى داك المعسله شحال ما بقات كتبقى محافظه على داك القرمشه، كتساعدنا باش داك العجين كيجي رقيق وما كيتلاصقش. هذا هو المفعول ديالها. وهذا العجين تقدر دير به اي معسله اللي بغيتو نتوما، راه كتجي بحال ورق الفيلو. صدقوني صراحه راه احسن عجين جربته كيجي على هذه الطريقه هذه. نتمنى تجربوا الفيديو تكملوه وتردوا عليا في التعاليق. هنايا اخواتي بعد ما ساليت بالتسريح ديال العجينه كنغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم كيرتاحوا واحد شويه. هنا كما كتشوفوا معايا هذه العقده ديال اللوز، انا درت مع الكونفيتور بحال العقده اللي درنا مع ديال الكاوكاو، وكندير معها شويه ديال الزبده المذابه وكنبقى نعجن هكا بالمزهر. وبعدين منين نساليهم غادي نخلط شويه ديال اللوز مع الكاوكاو. الصراحه كيجي واحد المذاق رائع، واحد كتجي صراحه. انا بدا يعجبوني بحال هكا الوصفات بحال هكا كتحضريها في دفعه واحده وكتعطيك كميه كثيره. هادو هما الوصفات اللي كيعجبوني. نتوما كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت لي العجينه كنبقى نقادو داك 4 ديال الطبقات هكا كنسرحو ونوليو عاوتاني نقلبو العجينه ونقادو داك الاطراف حيتاش ملي كنكونو كنسرحوهم راه كتفرق وحده على وحده. كنبقاو نردو معاهم البال ونعطيوهم شويه ديال الخاطر وكنبقاو نسرحوهم. كما كتشوفوا من الاحسن ترقوا العجينه مزيان، راه كتبقى محافظه ديك المايزينا كتبقى محافظه على ديك الطبقات كيبقاو يجيو باينين كيجيو مسرحين. هنا اخواتي بعد ما كتاكدوا من العجينه بلي رققناها مزيان على الاطراف وعلى كل شيء، كنجيب واحد اللاطه اللي غادي تدخل عند الفران اللي غادي نستعملها وكنتكي عليها على العجينه كتعطيني داك الاطار اللي غادي نقطع. وكنقطعها بحال هكا كما كتشوفوا. داك العجين اللي كان باش يتنى راني ما كنرميش، غادي نشارك معكم، ولكن راه ما تصورليش واحد المقطع من واحد من ديك الطريقه اللي درت. وانتما كما كتشوفوا بعد ما سرحت داك العجينه في اللاطه ديتها مزيان كندير داك العقده في الوسط ديال الكاوكاو واللوز. وانتما كما كتشوفوا كنحاولوا نقادوها ونتكيو عليها مزيان باش كتبقى شاده لنا لا فورم ديال اللاطه. وهاد العجين هذا كما كتشوفوا راني غادي نخليه على الجانب وغادي نولي عاوتاني نسرح العجينه اخرى بحال نفس الطريقه كما كتشوفوا وغادي نديرها من الفوق. كما كتشوفوا الطريقه سهله ومبسطه ما فيهاش شي صعوبات. وبعد ما كنضيفوا داك العجينه كنتكيو عليها مزيان كما كتشوفوا وكنبقى نقطعوا على حسب. بحال انا راني ما عبرت حتى شي حاجه، درت عيني ميزاني. تقدروا ديروا بحال هكا 2 ديال الاصابع ولا 3 وتقادوا وتقطعوا كما كتشوفوا. ملي كنساليوها كنقطعوا على شكل مربع. ملي كنساليو كما كتشوفوا كنديرها بحال شكل ديال بابيون. كنبقى نتكي على داك العجينه هكا. ودابا في هذه الاثناء هذه راه عندي الفران شاعل وراني منقصه له على دايره على 150 درجه وشاعله غير الجهه التحتانيه. وغادي ندخلها لعند الفران غادي ندهنها بالزبده في الاول. بعدا الزبده اللي كتكون مذابه ما فيهاش الحليب نتوما كما كتشوفوا كندهنوها كامله مزيان حيت هاد العجين هذا كيبغي الزبده، حيت الزبده حتى هي كتعطينا داك القرمشه والعجينه كتحمر لنا في الفران. وانتما كما كتشوفوا دابا هذا هو داك الاطراف ديال العجين اللي بقاو لي كما كتشوفوا. كنبقى نلويهم كما كتشوفوا. وفي التاليه كنضيف الماء باش كتلصق لي داك العجين مزيان باش كتلصق وحده مع وحده. ولا جاتني العجينه غليظه كنبقى نقادها بحال هكا على الاطراف هادو وكنلويها بنفس الطريقه كما كتشوفوا. وكنضيف الماء مع الطرف هكا وكنلصقها مزيان وكنتكيو عليها باش كتبقى شاده لنا لا فورم. وكنحيدو داك الاطراف هذوك اللي عندنا ضايعين كنحيدوهم وكنقطعهم على شكل هكا. كنعبر اصبع واحد وكنقطع راني بقيت كنتكي عليهم هكا وعمرتهم باللوز من الداخل. راني مشى لي داك المقطع كما كتشوفوا معايا. دابا راني غادي ندير داك السيرو باش غادي نسقيو المعسله ديالنا. راني درت كاس ديال 2 كيسان ديال السكر سنيده
وكاس ديال الماء. باش العبار اللي عبرتو به ديروا نفس الطريقه. الا عبرتو بزلافه ديروا 2 زلايف ديال السكر وزلافه ديال الماء، وكنقطع فيها واحد سيترون طرونش، وكنديرها طيب. ملي كتغلي كنحسب لها 10 دقائق عاد كنطفي عليها. وهنا كما كتشوفوا معايا هاد المعسله هي طابت في الفران، وداك السيرو حتى هو اللي غادي نسقيو به حتى هو طاب. من الاحسن يكون كلشي سخون، السيرو سخون وهاد المعسلات تكون حتى هي سخونه. الا لا دابا راني جبدتها من الفران وكنسقيها كما كتشوفوا معايا، كنسقيوها مزيان حتى كنعمروها بديك السيرو، وغادي نولي ندخلها لعند الفران تزيد تشرب، وغادي نخليها تبات حتى لغدا عاد غادي نحتفظ بها. وانتما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وغادي نشارك معكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها في المجمد او تخليوها على برا كما كتشوفوا. وصدقوني الا جربتوها غادي توليو معتمدين عليها. الصراحه كتجي غزاله ومذاق رائع، ما فيهاش مكونات كثيره. وهنا كما كتشوفوا معايا بعد ما خليتها باتت حتى دابا حتى لعند الغدا مع النهار. نتوما كما كتشوفوا التصوير ديال النهار ماشي هو التصوير ديال الليل. نتوما كما كتشوفوا دابا راه كنولي نعاودها هكا بتقطع باش ما تبقاش لاصقه لنا وحده مع وحده. كما كتشوفوا باش ملي كطيب كتلاصق، وملي كنوليو نبغيو باش نحتفظوا بها كنوليو نعاودوها بتقطع. نتوما كما كتشوفوا غادي نجيب واحد بواطه اللي غادي نحتفظ بها هكا في المجمد. كنفرش فيه واحد البلاستيكه من التحت، وكنبقى نضيف كل طبقه ونولي عاوتاني ندير البلاستيكه بيناتهم باش ملي كنبغيو نجبدوهم هكا كيكونوا مجمدين كتجينا سهله باش تهز غير بالحبه، ما كتلصقش حبه مع حبه. نتوما كما كتشوفوا كتجي محمر على لا من التحت لا كي الوجه كي الجهه التحتانيه. وكنوليو نغطيوها هكا بلاستيكه وكنبلعوها هكا ونخليوها. كتجي الصراحه سهله. وهذه هي المعسله اللي قلت لكم راه مش هذاك المقطع. نتوما كما كتشوفوا كنعمرها باللوز من الداخل وكنسد عليها وكنديرها حتى هي طيب نفس الطريقه. كان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يكون نال اعجابكم، وكنتمنى اللي يدخل عندي اول مره ما ينساش يتابونا معايا في القناه ويفعل زر الجرس. ونتلاقاو مع فيديو اخر مع وصفه اخرى. الى اللقاء، مع السلامه.